ولا يهمك. وهو كذاب. السيد عمر كامل، الحاج عبد العزيز الشرعاوي. فهمنا الفاتح يا بابا. حضر المدعي والمدعى عليه. نعم يا سيد عمر. يا حضرة القاضي، الموضوع باختصار في حتة أرض بين بيتي وبيت الحاج عبد العزيز. العقد المسجل اللي موجود في دوسيه القضية ينص على عدم إقامة أي نوع من المباني في حتة الأرض دي. استنى في حضرة الآب. استنى يا حاج. الحاج عبد العزيز تجاهل النص اللي في العقد، ومن غير ما ياخد رأي يحاول، بل ابتدى فعلا يقيم حيطة هتسد عليا الهواء وتمنع عني الشمس. استأنف يا حضرة الآب. وبعدين معاك. اتفضل يا سيد عمر. وأنا أطلب من المحكمة الحكم بمنع إقامة الحيطة وهدم الجزء اللي تم بناؤه فعلا. استأنف بقى يا حضرة الآب. اتفضل اتكلم. يا حضرات المستشارين، يا سيد الرئيس. مستشارين ايه؟ المحكمة ما فيهاش مستشارين. وماذا يا حضرة الآب؟ كل شيء فكرتك. أرجوك تتكلم باختصار ومن غير مقدمات. يا سيد الرئيس، قضيتنا اليوم هي قضية الحق، ولقد ظهر الحق وفيه الباطل. إن المتهم الواقف أمامكم خلف القضبان الحديدية مجرم أثيم وقاتل دقيق، اعتدى على الشرف والفضيلة والتي يحميهن القانون، قتل حقوق الإنسان والتي تكفل بها مجلس الأمن، قتل الحرية الشخصية والحرية العمومية، قتل الأخلاق، قتل الشرف، قتل المدنية والإعمار، قتل أولئك وهؤلاء عاملا مستعبدا. فلذلك ولكل هذه كالمجاني أطلب من المحكمة أن تحكم على المتهم السيد عمر كامل بالإعدام شنقا مع سبك الإصرار والترف. ايه الفصاحة دي يا حاج؟ الظاهر عليك متعلم قوي. والنبي تقول له لحسن مش مثال. لكن ليه عاوز اسمه السيد عمر؟ الضرورة أحسن. طيب تحب بقى احبسك 24 ساعة؟ متشكر يا حضرة الأرض، كله مقبول منك. لما انت يا اخي مش عارف تتكلم، مش كنت توكل واحد محامي عنك؟ الله. والمحامي هيقول ايه اكتر من اللي قلت؟ انا راجل متعدد. الكلام اللي قلته يدل على انك رجل جاي. انت خرجت عن الموضوع واتهمت خصمك اتهامات القانوني حتفت عليها، فانصحك تبقى توكل لك محامي صح يا عم. المحامي موجود يا حضرة القاضي. قوم يا فاطمة. فاطمة مين يا غالي؟ فاطمة بنتي بنت جدي. قربي يا استاذة كيدي القاضي. حضرتك محامية؟ لا يا حضرة القاضي، أنا لسه تلميذة في اللسان. ده يا راجل عاوزها تترافع وهي لسه تلميذ. ومال كلها يومين وتندحي، ثم انها حافظة دروس ضرب سمعينه قانون العقوبات. أنا متأسفة أوي يا حضرة القاضي. ايه مش حافظة؟ من فضلك يا حضرة القاضي تأجل القضية لغاية ما يوصل المحامي. انت فاكر انا هتاني؟ هي دي احسن محامي؟ خلينا نترفع تاني. المحكمة هتأجل القضية للاستعجال. ايه رأيك؟ والله انا رايي تحيل اوراق للمفتي وتخلصها منه. قررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 نوفمبر.